المحبة الشهير ألفريدو ريلانيو لم يغب عن مشهد ديربي، فقد ربط في قلمه الحكيم بين الحاضر والتاريخ، كاشفا أن ديربي مدريد الأخير كان أسطوريا بكل المقاييس بنتيجته المدوية وهي الأكبر لصالح أتلتيكو منذ فوزه 6-3 في تشامرتين عام 1960. ألفريدو ريلانيو قال أيضا في مقال الدوري في ماركا: بين جميع الديربيات التي شاهدتها لم أرى تفوقا بهذا الوضوح لأتلتيكو مدريد على ريال مدريد. لأكون أدق، كانت هذه أول مرة أرى فيها الروخي بلانكوس يسحقون غريمهم بهذا الشكل. ألفريدو ريلانيو قال أيضا: تفوق أتلتيكو في كل شيء، في الروح القتالية، في افتكاك الكرات، في وحدة الهدف، في الانتشار داخل الملعب، وحتى على مستوى الأداء الفردي. تقريبا كل لاعب في الفريق قدم مستوى يقترب من ذروته باستثناء يان أوبلاك الذي يبدو في مرحلة تراجع واضحة وفقا لألفريدو ريلانيو طبعا.